نطلبوا فتح تحقيق عاجل، ونطلبوا باش الوالي هذايا اللي كان فران وبراج المشروع كان يوفر 1500 موطن شغل، 7500 نفر، حرم 7500 نفر من العيش الكريم. المشروع هذا 85% معناتها مبني. المشروع عنده الحوز والتصرف. اتصلنا بسي محمد بن سالم وزير الفلاحه، دخل مع الوالي قال نعرف ان الامور هذه غلطه ومغلوطه وحرام في حرام، تبقى شامل ربي برا دفعوا له 100 مليون ونبقي على ما راح. هزينا الشيك للوالي وهزينا له الكونتراتو، بعد اللي هو واسطه رفض لك الشيك هذاك وقال يا ولدي ما تفهمناش على 100 مليون، فهمنا على مليار و500. حرمنا ولاية سليانه 1500 موطن شغل. نحمل الحكومه ونحمل باش نحمل الوالي واللي سم الوالي واللي قاعد يغطي على الوالي، هذا من كل باش نحملهم المصاريف الكل اللي تثبتها. ومانيش ساكت على الحكايه هذه. حرمان نتاع 1500 مواطن باش يحبوا يعيشوا ويحبوا فهمت الله يلقاو معناتها ما يخدموا، وتعطيل معناتها مستثمر كان لازم ماشي اللهي ولا ماشي البنك يمون. وباش نشكي بهالمجموعه هذه فهمنا الحكايه اللي احنا حطونا بين المطرقه والسندان. مره عملوا قضيه من الناس تاع جريده يوقف على الاشغال، وقفونا على الاشغال. اي تحب تاخذ رخصه انت باش تعمل الاشغال نتاعك، يجي يشري سيد عمل بك قضيه يشري من عنده. وشكون الواسطه؟ الوالي نتاع سليانه. الله يبارك الله فيك ولا يختم واسطه ما بين امور ما تعنيش. والشرط هذا مليار و500